كانوا بيلعبوا في اقوى دوري، كان اقوى دوري في العالم في ذلك التوقيت ايطاليا. ايطاليا واسبانيا. كان كويمان ده بيلعب في ريال مدريد في برشلونه، ورود خولد وماركو فان باستن وريكارد، الثلاثه بيلعبوا في انتر ميلان. انت واخد بالك؟ غير بقى شويه الفكه اللي بيلعبوا فرق تقيله في اوروبا. احنا واحنا نازلين مش مصدقين الاطوار، احنا مش مصدقين، عايزين نتصور معاهم. شفت الماتش بتاع الجونه والاهلي اللي متوقعين كده يعني. العالم ما كانوا بيتصوروا الواد ابن الصحيفي قدام، مش مصدقين، عايزين ياخدوا 14 15 بس يتصوروا مع العيال. احنا برضه كنا نازلين نفسنا نتصور يعني، لولا الملامه والكاس عالم كنت هعمل كل انت واخد بالك؟ ممكن ريكا سيلفي، ما كانش فيه سيلفي فيعني كده، وهنجيب عم اسمه ايه دوت المصور يصورنا وبتاع وناخد الصور ونعلقها انما احنا نازلين ايه بقى ايه؟ يعني وليه؟ ومش عايز اقول لك اقصر واحد فيهم متر و80 سم، ده اقصر واحد، واحنا جايبين اسامه عرابي متر و60. انت واخد بالك؟ ايه ده اللي احنا فيه ده؟ احنا نازلين ناخد 12 13، فكنا نلعب عليهم كوره ونهريهم كوره ونتعادل معاهم. ده احنا ما صدقناش. جمال عبد الحميد لما خدوا واحد ما صدقناش. طمعت الجوهري، عشان كده بقى الجوهري نزلنا اعمل حته ماتش ايرلندا. ماتش ايرلندا بقى نزلنا ايه، انا ما عنديش، قال لي ما تعديش، لو شفتك عديت نص الملعب خرجك هغيرك. ما تعديش نص الملعب. لذلك جات لي كوره لقيت نفسي عديت نص الملعب مش شايف. والله العظيم شفت من نص الملعب كوره عشان الحق ارجع. ما هو جوري كان ساعتها اتجنن، جات له ايه؟ يعني ايه؟ حاسس بنفسه، فكان يقدر يعمل اي حاجه، يقدر يقعدني ويقدر، لان كان قعد طاهر ابو زيد وثابت البطل في عز مجدهم، فكان يقدر يقعدني، لانه قبل البطوله لقيت الجوهري، انا كنت بلعب في البرتغال، انا عايز اعمل، انا حاطط في دماغي اعمل كاس عالم كويس، فلقيتهم هيروحوا يعملوا معسكر في انجلترا. عملوا معسكر الاول في المانيا، وبعد كده عملوا معسكر في فرنسا، وبعدين هيعملوا معسكر في انجلترا، ومن انجلترا هيلعبوا اسكتلندا، وبعدين هنرجع